انا عارفه انكم ممكن تقولوا ان الجو ساقع، بس في شم النسيم الجو هيبقى كويس. كاميليا جايبه عرض ما يتفوتش في مطروح، 5 ايام شم النسيم ب 1800 جنيه للفرد في الغرفه المزدوجه، والفندق كمان صف اول على البحر على طول. طيب نعمل ايه في مطروح غير ان احنا ننزل البحر؟ اولا الفندق بتاعنا في حمام سباحه للكبار وحمام سباحه تاني للاطفال. تاني حاجه ممكن نعملها اننا نروح القريه البدويه، ودي فيها اكل بدوي وكهف الملح، وكمان فيها ملاهي صغيره للاطفال وحيوانات. كمان ممكن تروحوا قريه مرسيليا اكوا بارك، او تروحوا قريه الشلال فيها اكوا بارك صغيره. وكمان لازم تركبوا رحله اليخت، اسعاره ما بين 70 جنيه و75، واغلى حاجه كانت ب 80 جنيه. 3 ساعات من السحر والجمال في مالديف مصر. وبالليل لازم تتمشوا على كورنيش مطروح الجديد وتركبوا الطفطف بقى هناك، وطبعا هتاكلوا احلى فسيخ ورنجة. وطبعا بالليل ما تنساش تتمشى في شارع اسكندريه وتجيب كل احتياجاتك من هناك، منتجات سيويه وزيتون، وتركب عجل وتجيب لب. ميزه مطروح دلوقتي انها فاضيه جدا عن اسكندريه، وهتتبسطوا فيها قوي في شم النسيم. ما تنسوش بقى تعملوا لنا فولو واستنوا الرحلات الجايه.